السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده يا رب. كما شفتوا قريتوا في العنوان، الوصفه تاع اليوم ذهبيه تهنيك هذا العيد. يعني بعجينه وحده درنا 7 انواع تاع حلوه. عندنا المعسل، عندنا بالجلجلان معسل وبالكونفيتور، عندنا بالشوكولا نوار، عندنا كلاصاج روشي، عندنا هنايا المشوك، عندنا شوكولا بلون، الذوق تاع لافريز، الذوق تاع البندق، الذوق تاع الشوكولا، يعني كامل الاذواق حتى في السامبل درنا. هنايا البنات تبعوني مليح، نعطي لكم كامل الاسرار باش تنجحوا فيها هاد العجينه، وباش تجيكم مقرمشه وتجيكم مرمله كيما الصابلي، والحجم تاعها والشكل تاعها يعني ما يتقلصوش كي تدخلوها للفوغ مع هاد الكلاصاج وهذا التزيين اللي يجي شباب. شوفوا هذا كيفاش غبرته بسكر غلاس. نخليكم تشوفوا كامل الانواع اللي درتهم هكذا باش تكون عندكم فكره واش تقدروا ديروا كامل بهاد العجينه. ان شاء الله كامل تنجحوا فيها. على بالي لي مامون واللي عندهم مسؤوليه والخدامات يحوسوا غير هكا وصفات اللي يغنيوهم على التعب هذاك، وفي وقفه يديروا عجينه يديروا بها كلش، وعلاش لا وحتى اللي ياكلها ما يعرفش كامل باللي يعني هاد العجينه راهي وحده، خاطرش مختلفه الاذواق اللي درناهم ويعني المكونات اللي استعملناهم فيها. تبعوني مليح يا البنات ان شاء الله. راني نخليكم هنايا مع يعني شويه يعني الانواع كيفاش جايين عن قرب. حتى هذا المشوك شوفوا كيفاش جاي مشقق، يعني كلش نجح وجمع السل حتى للقلب. المهم البنات ندخلوا ان شاء الله للوصفه، نعطي لكم كلش المقادير مع الكيفيه يعني كيف نخدم ونقول لكم المقادير. هنا في البول حطيت 500 غرام تاع زبده طريه، 500 غرام تاع زبده طريه كيما راكم تشوفوا. تقدروا تستخدموا المارغرين. عندي هنايا كاس غير ربع تاع زيت، الكاس تاعي يرفد 240 ملي، 240 ملي درت كاس غير ربع. 500 غرام زبده، كاس غير ربع تاع الزيت، وعندي لهنا كاس كومبلي تاع سكر غلاس، كاس كومبلي هنا بلا ما تغربلوه حين نضربو كلش بالباتور. وعندي 4 حبات تاع بيض حجم كبير، 4 بيضات حجم كبير. عندي فلون نواره، هنايا خدمت بهذه واسمها تاع لافاني، وعندي واحد تاع كراميل. الوزن تاعهم كل وحده 50 غرام، يعني زوج ساشيات يعني 100 غرام تاع الفلون. تحبوا ديروا في زوج فاني ولا تحبوا ديروا يعني كراميل، يجيكم بزاف بنين. ودرت معاهم رشه تاع ملح تكون مليحه، يعني ماشي صغيره، تكون مليحه الرشه تاع الملح. وبديت نخبط فيهم بالباتور باش هاد الخليط تاعي يولي عندي كريمي، تخبط كامل حتى اللون تاعو تلاحظوا باللي يولي بيض بعد ما نضربوه مليح بالباتور. ما حبيتش نحذف لكم بزاف امورات يعني في هذا الفيديو باش تشوفوا كلش بعينيكم وتعرفوا. فوالا شوفوا هنا كي بديت نطلعها كيفاش الله يبارك بياض لي الخليط تاعي ونساجم. هنا جبت كاس كومبلي معمر تاع نشا. كي تعمروا الكاس تاع نشا يا البنات بداو تخبطوا فيه فوق الطابله باش يهبط لكم، وعبزوا هكا باش يجيكم يعني كاس كامل، فهمتوني؟ المهم هنا دخلت هذاك النشا غير شويه قبل ما نشعل الباتور باش ما يبداش يطير لي الغبار. من بعداتك ضربت هذيك المايزينا مليح. فوالا كي تخلطت لي هنايا نبدا نضيف في الفارينه. درت 3 كيسان معمرين دائما نفس العيار، يعني نفس العبر تاع الكاس. درت 3 كيسان تاع الفارينه كيما راكم تشوفوا هنايا نصيرهم. وهنا عندي 25 غرام تاع خميره كيميائيه. اذا استخدمتوا هذيك الخميره نواره ديروا زوج اكياس ونصف، يعني كيسين ونص تاع نواره. هنا تاني غربلتها باش ما يجونيش هذوك لي غرومو ويعطوني واحد الكو ماشي بنين. فوالا البنات هنايا بديت نخلط، ندخل غير بلا سباتول، ندخل هذيك الفارينه تاعي. علاش درت غير 3 كيسان تاع فارينه هنا؟ يعني العجينه كومبليت دينا واحد حتى الكيلو و200 غرام تاع فارينه. بصح هنا راني حايبه يكون القوام كريمي باش نقسم العجينه تاعي على 4 كل نوع واش ندير به، فهمتوني البنات؟ فوالا هنا خلط غير بلا سباتول حتى تولي لي كريميه. فوالا ندخلها مليح، من بعد نروح نوزعها في لي بول هذوك الاخرين. الكميه الكبيره خليتها ما درت لها والو، زعما خليتها كيما درتها، والاخرين كل وحده باش راني رايحه نعطرها. دوك تشوفوني تبعوني حتى الاخر باش تفهموا مليح. فوالا هنا الكميه الكبيره خليتها في هذا البول. زدت عليها العطر تاع البندق، يعني والم بزاف الصابلي اي نوع ديروا له يعني البندق يجي بزاف بنين. وهنا كميه درت فيها عطر تاع الفراوله يا البنات. وهنايا درت عطر تاع الشوكولا وزدت معاه مغرفه معمره تاع الكاكاو غربلتو تانيك. شوفوا هنا بديت نضيف
في الفارينه واللايم. هذا النوع برك تاع الكاكاو نوصيكم عليه يا البنات، بالكو تضيفوا بزاف الفارينه، يعني ضيفوا بشويه باسكو الكاكاو ينشف العجينه. من بعد حطيتهم في ساشي باش ما ييبسوليش وما يديروليش حتى قشره. هنا راح تخلط هذاك اللي درت له العطر تاع الفراوله. هنا حبيت لا كولور تكون شويه حامقه البنات، زدت لها شويه تاع ملون فوالا في الغوز، وبديت ندخل في الفارينه تاعي حتى وين يولي لي العجينه يعني ما تكونش البنات يابسه. العجينه تاعكم خلوها طاريه فوالا. هنايا هذاك اللي فيه عطر البندق هذا حنقسمه من بعد على 3، ندير به 3 انواع، على بها خليت بزاف منه. هنا دخلت فيه هذاك العطر وزدت الفارينه حتى وين تلمت لي لاباط. تتلم برك يا البنات، ما تعجنوهاش، تتلم برك كيما راكم تشوفوا. لايمها برك من بعد نخدم بها كامل، نديرهم في ساشيات. والعطر يا البنات ما تشحوش منه، والله غير يعطي واحد الكو ما شاء الله. انا نشري غير هذوك اللي تعمروا في القرع صغيورين، نجيبهم معايا من الجزائر يشدوا لي ويعطوني كو بزاف شباب يعني في الحلوه تاعي. هنا هدايا هذا النوع درت فيه شويه تاع الكاوكاو كان مرحي ومحمص، وبديت نلمو تاني قبل بالفارينه، يعني ما يحتاج حتى كو، هذاك الكاوكاو يعطيه الكو. هنا بديت نحل في لاباط تاعي. لاباط تاعي كيما راكم تشوفوا لهنايا هذه تاع لافريز، درت لها هذايا النوع تاع الطابع تاع الورقه، وحطيتها كامل الطيب على 160 درجه. انا الصابلي توجور نحبو على 160 درجه باش ما يغلبنيش ويجي بنين ومرمل وما يحمرليش بزاف. فوالا البنات هنايا هادو تاع الشوكولا قسمتهم على زوج، كاين اللي درت بهم هكايا شغل كعكعات داخل هاد ليمول فوالا، وكاين واحد اخرين اللي درتهم دويرات حشيتهم لداخل بالشوكولا هكا، دي بيبيت دو شوكولا ولا مغصو تاع شوكولا. قسموه ما تكتروش برك باش ما يخرج لكمش الحشو، وكوروها مليح مليح وحطوها في السنيوه. فوالا يا البنات راني خليتكم مع طريقه التحضير هكا باش تشوفوا بعينيكم كلش. كاين عفايس كيما قلت لكم مقاطع ما نقدرش نحذفهم، ندخلهم للفرن كيف على 160 درجه. هنا عندي هذا اللي حبيت نديرو شغل مشوك، درت رمته في بياض البيض كنت ضربته وزدت درته في الكاوكاو هكا. تقدروا ديروا لوز ولا اي حاجه تحبوها، بالك تقولوا ما يتشققش، ولا هذيك الخميره اللي استعملناها رايحه تخليه يتشقق وكلش، ومع هذيك المايزينا وكامل يعني بخاسك نفس الوصفه تاع المشوك. يعني هاد العجينه علاش قلت لكم تخرج على كلش، يجي الشباب وهايل، ومام كي تعسلوه يعني يتعسل حتى للقلب. دخلته كيف درته على 170 درجه. وهنايا العجينه هذيك تاع الفاني اللي ما فيها والو، درتها شويه في القوالب كشغل ديساخسو هكا يتشبهوا للمروحه، لهذاك المول تاع المروحه برك هما جايين هكاك. والاخرين رمتهم كويرات، رمتهم هنايا في البياض تاع البيض. من بعد حطيتهم في هذوك الليمول تاع السيليكون تاع القلب، وضغطهم مليح يا البنات باش تدي لا فورم. وهنايا كاين اللي طرحتها هكا بسطتها واستعملت هدايا القطاعه اللي راكم تشوفوا فيها هذا الشكل. ما تخافوش، ما هاد العجينه ما راح يتقلص الحجم تاعها ما والو. من بعد حطيتها هنا فوق ورق الطهي، دائما نحب نستخدمه، تقدروا ما تستخدموش ماهوش رايح يلصق. اطبعت بهذاك القمع، نحيت كاين اللي يعني باش نلصق حبه مع حبه وندير بيناتهم. انا حبيت الكابريس. من بعد درت بياض البيض غير باش نلصق هكا لوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي، يعطي شكل بزاف شباب وذوق هايل. شوفوا هادو تانيك كما قلت لكم على 160 درجه، غير المشوك اللي درتو على 170. من بعد تيك غير خرجته وهو سخون البنات، انا حطيت له مغرفه تاع قهوه معمره تاع عسل. هنا راني نزيد له برك من الفوق، يعني غير يخرج وهو سخون باش يتشرب لكم. شوفوا الله يبارك كيفاش جا شباب وهايل. برك بعدوهم على بعضهم كي تدخلوهم للفوغ باش ما يعطيو لكمش يعني شكل واحد اخر، يجوا مدورين وشابين. هنا هذه الجلجلانيه ابيبري برك هكاك درت لها شويه، درتها يعني في تتشرب لي شويه عسيله. من بعد خليتها تقطر من العسيله، ودرت لها هنايا المعجون تاع لابغيكو، خلطت له شويه برك كولورون. شوفوا شحال جاو شابين ومتحوفين، وحطيتهم في لي كيسات. فوالا هنايا هذايا النوع هذا هو اللي عجبني كامل البنات. شوفوا كيفاش ما تقلصش كامل داخل الفوغ وجا شباب. راني نسيي نشرح ونجري باش ما يفوتنيش الفيديو. لصقتهم غير هكا بالكابريس. من بعد درت لهم لا غاناش او شوكولا، هذيك اختياري يعني ماشي لازمه. فوالا البنات هنا هذاك واش بقى لي من المعجون تاع لابغيكو، لصقت به تانيك هادوما القالب تاع الورقه. وهنا رحت شوكولا بلون ذوبتها. من بعداتك نحيت منها شويه، درت له كولورون تاع الشوكولا في الغوز.
من بعداتيك نولي ندير خطوط من الفوق ونرفد بالمغرفه ونرمي فوق الحبه تاعي ونقطرها مليح نحطها هكاك. ونفس الطريقه نديرها مع تاع هذه الشوكولا باش يجيك شغل كليماغ بغي، فهمتوا؟ نفس الشيء. هنايا برك درت شوكولا نواغ مع شوكولا بلون باش عطاني هذا الشكل. وهذوما يعني لمعتهم بالملمع هذاك تاع الغذائي، خلطته غير مع قطره تاع ما تكتروش كامل، مع قطره ما ديروا فيها شويه باش يلون لكم الجوز. فوالا البنات. وهذاك الطابي تاع السيليكون اللي شفتو معايا حطيت فوقه شويه تاع الشوكولا اللي قعدت لي باش يعطيني هذوك الدوائر اللي نشبح بهم هذوك الكعكعات اللي درت لهم من الفوق السكر، رشيت عليهم السكر كلاصي. يعني درت لهم غير شويه شوكولا من تحت باش يلصقوا لي فوق الحبه سينو ما يلصقوا لكمش. ومن فوق درت فواكه جافه، يعني برك حطيتها في شويه تاع الجلوكوز باش كي نحط تعطيني لمعه اون بليس تلصق لي فوق الشوكولا تاعي. واما بالنسبه لهذوك الكعكعات اللي درت لهم الكلاصاج فيريرو، كنت دوبت 200 غرام تاع شوكولا بالحليب، ودرت عليها 2 مغارف تاع الزيت، وزدت عليها شويه تاع كاوكاو ولا واش عندكم، لوز ولا هكايا يكون محمص ومطحون، مطحون شويه خشين، تخلطوا حتى يولي يعني يبان في هذيك الشيكوله، ووطلوهم من الفوق وشبحوهم كيما تحبوا. اذا عجبكم الفيديو البنات خلوا لي في التعاليق، واللي مازال ما اشتركتش تشترك في قناتي ليصلها كل جديد، وتشارك القناة تاعي مع احبائها، وعلاش لا باش تكبر القناة وتعاونوني. شكرا البنات، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.